فاطمه الزهراء المنصوري كتخسر الهضره، وفوزي لقجع اللي جبداتو جبروت بخصوص واحد العقار عنده علاقه بواحد الوداديه. الابحاث ديالنا والتحريات كتقول لحدود الساعه بان فوزي لقجع هو اللي استفاد من ديك الوداديه اللي تذكر فيها خوه يحيى لقجع بالقنبله التي ما بعدها قنبله. ولو ان النقاش ديال لقجع حتى هو لا يقل خطوره، خصوصا التحريات اللي اثبتت بان الشقه او العقار استفد منه ماشي يحيى لقجع كما قال جبروت، بل احمد لقجع خو فوزي لقجع. فوزي لقجع هو اللي تنازل لاحمد لقجع، واحمد لقجع هو اللي تنازل ليحيى لقجع. غادي تسمعوا هذا الشيء بالصوت عن طريق يعني الامين المال ديال الوداديه اللي وصلنا له عن طريق سميتو فريد. المقال اللي نشرت عدد من الصحف فيه مصدر مأذون وجاب لنا واحد سمي ديال فريد. هاد فريد توصلنا له وتواصل معنا وفاجئنا بان المستفيد هو فوزي لقجع. فوزي لقجع عطى لأحمد لقجع، وأحمد لقجع عطى ليحيى لقجع. هذا موضوع دسم غيكون ضمن هذه الحلقه، ولكن نبدا بفاطمه الزهراء المنصوري. صدمني الطريقه باش هضرت، صدمني وتفاجئت بزاف. استاذه فاطمه مكانش كنتوقع ان الخطاب السياسي يوصل لهذا المستوى وهي كتهضر على لقجع. سمعوا المغاربه الصدمه التي ما بعدها صدمه. لقجع من العقال، عطاش من العقال. وكنقولوا حنا في مراكش ما كيتلاحش بلا مليون. سي فوزي خبير في الميزانيه وفي القطاع ديالو، خبير في الكره. قال لي دابا هاد الساعه جيت نتصنت واحد الوقيته غادي نهضر، فاش يهضر الله يحضر السلامه. دابا كيتلاح بلا مايو، سمحوني نقولها بواحد كتلاح بلا سليب، سمحوا لي هذا التعبير تبان. هذا خطاب يليق بوزيره. هادو هما الواجهه ديال نخبه البلاد. هذه امينه عامه، وزيره، عمده، تلاح بلا مايو. زعما واش هذا خطاب زعما يليق؟ واش ما كاينش مصطلحات اخرى؟ ومرشحه تكون رئيسه حكومه. دابا تصور لي رئيسه الحكومه يهضر بحال هكا. دابا انا بغيت نقول واحد الكلام وما تقلقوش منه. علاش النخب في البلاد ضعيفه؟ علاش انا عندي قناعه تامه ان المغرب كيزخر بطاقات وبكفاءات وبقامات في جميع الميادين، ولكن ما يتصدر الواجهات ناس على قد الحال. سؤال لماذا؟ واش هذه العمليه مخدومه ولا صدفه؟ اتذكر واحد الشخصيه سياسيه معروفه في البلاد، تلاقيتها مؤخرا ماشي بزاف، شي مره تلاقى شي مسؤول مهم قال له فلان، قالوا انا نضيف ما نضيف، قال له شوف حنا باغيين دير هذه ودير هذه وطيح هذا هبطها جيب هذا، واش غتقدي لنا هذا؟ قال له فلان سير بحالك بعد من الناس. دابا كيفاش المايو؟ بغيت نفهم المايو. زعما مايو واش هذا خطاب يليق بأمينة عامة وبسيدة مرشحة لرئاسة الحكومة وسيدة عند عمدة ديال المدينة الحمراء ووزيرة؟ هل يليق هذا الخطاب زعما وفي حضرة ناس والمغاربة؟ وهذا هو الأحزاب تتؤطر المواطنين. هذه كانت دابا صور لك كانت الأمينة العامة للحزب خطاب بحالو، كي غيكون البلاد؟ كي غيكونوا الناس؟ ثانيا أستاذة فاطمة المحترمة، دابا فوزي لقجع خبير وكتجيب بديه في الميزانية، خبير في الكرة. نبداو بالميزانية. ملي جا فوزي لقجع وزير الميزانية فوقاش 2021 شحال كانت؟ شحال شوف غير من زادت 871 مليار درهم غير من 21 ل 25. باش تقول لي انا خبير، هو خصني نلقى الديون الخارجيه هبطت، الديون تزادت، كانت شي 888 مليار درهم ولات بشي 1025 1100 وشي حاجه. ما معنى خبير؟ انا عرفتي شنو عندي المحدد فين كنحتكم؟ كنمشي نقول هذا السيد ملي تشد لي الميزانيه الدين الخارجي طلع ولا هو لقيته طلع في عهده، اين وجه الخبره؟ شحال وخبير وكيزيدنا في الكريدي؟ فاش خبير؟ فاش؟ هاد الفضيحه دابا اللي نشرت في الجريده الرسميه والاختصاصات والسيده هاد الوزيره اللي دارها عامل ديال بن سليمان، هذا هو الخبر. هذا الخطا اللي خرج في الجريده الرسميه. لو كان خبير في الميزانيه علاش المغاربه هاربين بالمول ذوي الاحتياجات الخاصه ولا مراه ولدها تشوها وين قدام العالم؟ وفين هو خبير في الميزانيه؟ اقوى وزاره هي وزاره الميزانيه. وزاره الميزانيه والداخليه هادو هما الطوب ديال البلاد، هما الجوج بعدا، والاقتصاد والفلاحه والصيد البحري. فين كاين الفلوس؟ فين كاين الرعاه؟ دابا وزير الميزانيه وهاد الشوهه اللي شفنا في نهار عيد العرش، فين وجه النجاح؟ بغيت نفهمو.
ياك ما مسؤولش هو، ما نفكرش هو وزير الميزانيه، ما نفكرش هو مدير الميزانيه. واخا كيف يدبر الميزانيه، المال العام كيفاش كيدبروا؟ عندنا شي فكره على المال اللي خداو الفراقشيه وعلى شي شكون اللي عطاه؟ ماشي هو. عندنا شي فكره على المجلس الوطني للصحافه، الملاير ولا مليار لحد الان لا احد شكون عطاه الفلوس؟ ماشي هو. عندنا شي فكره على داك رئيس المجلس شحال كان كيتخلص داك اللي مشى في حالته مجال؟ لا فكره. عندنا شي فكره على الدعم للصحافه في المغرب كامل؟ عندنا شي فكره على الدعم اللي كيتعطى للمؤسسات؟ ها فكره. حنا ما بغينا حتى حاجه. على عطيتي شي فلوس شي واحد قلنا ها هي فلوس اللي كتعطى للمؤسسات الامنيه، وفلوس اللي كتعطى للمؤسسات الصحفيه، فلوس اللي كتعطى للمؤسسات الحكم، فلوس اللي كتعطى غير فلوس. فين وجه النجاح؟ ناجحوا والمغاربه حلوا مغالبي بنشوف فيه غاديين. فين وجه النجاح؟ خبير في الكره. فاش في الكره؟ شنو دار في الكره؟ هو بحال التقصينه. حنا منظمين كاس الافريقيه ديال النساء، يلاه تقصاتنا في الترتيب الجزائر وضربتنا الكاميرون في نفس وبلادنا يا حسره. فين هو هذا الخبير؟ وتقصينا عاوتاني في كاس ديال الشبان عاوتاني، ياك حنا المضيفين النساء والفتيان، وضربت خسرنا عاوتاني مصر في الترتيب، وخسرنا في اعتقد مع السنغال في نصف النهائي، وفي الترتيب خسرنا مع مصر. ايوا ها كاس الشبان، ها كاس ديال النساء، هادو عندنا وسط البلاد. حتى الناس ولاو كيوصفوا القجع بواحد الوصف انا استحي ان نوصفه لانه كينظم الملتقيات. شنو دينا معاه بالسلامه؟ كاس افريقيا لا دينا غاب ما ديناش في الميدان لحد الساعه، بغض النظر على الظروف اللي كانت فيها، واخا غنستحقوا. كاس العالم، نصف كاس العالم في قطر، والله لا ضربتي فيها الضربه، والله لا ضربتي فيها الضربه لولا ما كانش عندك الدعم الملكي القوي، ولو ما عندك شي بونو، ما عندكش حكيم زياش وبوفال، والله الا وصلتي لذاك المستوى. وبونو قلتها دائما، انا كنعتبر بونو في السنوات، بونو هو 70% ديال المنتخب. جابوا الله بحال واحد العام جاب لك الله عويطه، واحد الله جاب لك العام هشام القروج. هادو واحد الذرار كيجود بها الله عز وجل في مرحله من مراحل التاريخ. حيد بونو، شحال طاكاب حيد بونو، واللاعبين اللي كيجيو من برا تيوجدوا برا بما فيهم هاد المدربين هادو، لا هذا لا الاخر. وهاد فوزي القجع هو اللي استقبل الامهات في القصر. هو شنو كيبان لك تما؟ يعني راه احتضان، راه مؤسسه ملكي. علاش دابا هاد خبير وكتبداو اما فهمت انا التطبال علاش كلشي الصفحات، علاش كتصنعوا منه؟ فهمت انا هاد السيد هذا صحيح تيبغي الكره كنقولوش، ولكن التطبال مبالغ فيه. كنهضر على المبالغه. حنا براسنا واحد اللحظه قلنا هاد السيد كيبغي كره كيبغي كذا، لكن باش تحاولوا ما امكن تبينوا هو صانع وهاد كذا. واعطيني ها كاس افريقيا، يلا ها كاس النساء، ها كاس. علاش هاد التطبال يا فاطمه؟ واخا على ديك اللقجع ودابا غندخلوا لقنبله خطيره جدا. صفحه جبروت نشرت واحد الخبر بان فوزي القجع الاخ ديالو يحيى، ويسمح لنا كنجبدوه داك ما عندنا به حتى علاقه، هذاك عنده حياه خاصه، يملك ما يملكش، ولكن لقى راسو مع سميت خوه. هادي يحيى استفد من واحد الشقه، واحد العقار في واحد الوداديه في السعيديه. كتعرفوا الوداديات كديرهم واحد الجمعيات، الدوله كتساهم ولا كتعاون، ماشي كتساهم الدوله بشكل مباشر، لا كتستافد عن طريق رسوم الجيب. بحال مثلا تسجيل 5%، العقار كتولي انت تسجل عب 1.5. العقار مثلا في الاول يقدر يكون ارض عاريه تقدر تاخذها انت رخيصه، ولكن الدوله كتساعدك تدخل الضوء وتدخل الوضحات، فتما القيمه ديال العقار كتغلى وهلم مجر. واحد العقار خداوه ب 150 درهم للمتر في السعيديه. صفحه جبروت كتقول بان خو القجع هو اللي استهبل. كاين بعض الاتهامات كتقولها صفحه جبروت، كيبقى تعليق ديالها بينها وبين القجع امام القضاء الداخلي ولا الدولي، شغلهم هذاك. انا ما يهمني في القصه هو واش كاين هذا العقار ولا ما كاينش. اما واش كاين التزوير ولا واش القجع استغل نفوذه، واش حمله سياسيه، هاد الامور ما ندخلش فيها. انا اللي اساسي مشيت كنقرا في الاخبار، لقيت واحد الماده منشوره على عدد من الصفحات وبمحبره واحده، كانها استقت محبره. وشكون تيقولوا؟ واحد السيد سميتو فريد، وتيديروا مصدر مأذون. قال مصدر مأذون مقرب من يحيى القجع بانه وقد وقد. انا اللي تشارني في الموضوع خليني نبحث في واد المأذون، كنقول مال القجع يخرج يهضر فعلا شنو هذا المصدر مأذون، وشحال مره كيجبد القجع ما كيجاوبش. علاش هذه كاين تفاعل؟ بقيت كنقلب شويه كنلقى سميت فريد، قلت شكون هاد فريد؟ بديت كنبحث، كتعرفوا فريد؟ توصلت لهاد فريد هو اللي عاد تسمعوا مكالمته. قالوا السي فريد الله يجازيك بخير،
واش هاد بعدا السي فريد انا كنسجلك راه قال لي مرحبا ما كاين مشكل، قال لي انا اللي عندي منظر نقول الحمد لله بموافقته المرور بكل شيء. قلت له راه كنسجل، قال لي تفضل ما كاين عندي ادنى مشكل، انتم غتسمعوا. قلت له السي فريد الله يجازيك بخير، شنو قصه هاد الماده اللي خرجت ومأذون وشكون شنو علاقه القجع؟ بدا كيشرح لي. خليكم تسمعوا له صافي، تسمعوا له ونرجعوا نعلقوا. سي حميد شوف بدا في البدايه حنايا ضد هاد الناس اللي كيديروا هاد الناس ديال الاشاعات اللي كيخرجوا هاد الشيء ماشي صحيح وكذا، لان حشومه، لان حان الوقت باش نطوروا العقليه ديالنا، وحان الوقت باش ما نبقاوش نتهموا الناس بشي تهم، وحان الوقت باش نحديو اللسان ديالنا. وحتى لا كان الانسان عنده موقع ولا عنده اعلام، من يبغي يكتب شي حاجه حتى يتحقق بالمعلومه صحيح ويشوف المصدر ديالها عادي يقول شي حاجه صحيح. بالنسبه للسي حميد هذا الشيء اللي راه كيتقال غير صحيح نهائيا. السيد جا دفع الدفعات ديالو بحالو بحال المنخرطين الاخرين، نهار اللي كمل الدفعات المشروع وصل النهايه ديالو، فات عند المحافظه جبنا ليه تيتر ومشى عند النوتير اللي في بركان دار له التسليم ودا الشقه ديالو. هو السي فريد دابا هادو اسمح لي سي فريد، هادو منخرطين يعني كينتميو لنفس المديريه ديال الضرائب كاملين ولا ناس من؟ لا ماشي، لا سيدي حميد سمحني ماشي بالضروري خويا. احنا في الاول نهار اللي كرينا هاد الوداديه ديال الصدقه كريناها في بالموظفين ديال الضرائب، ولكن ما يعنيش بان غادي يكونوا هما، لان هذا مشروع خاص لا علاقه له بوزاره الماليه والاداره ديال مشروع خاص. مجموعه من الموظفين ديال الضريبه اتفقوا جلسوا بيناتهم بغاو يديروا واحد المشروع سكني. سواء من سنه السي فريد اش من سنه؟ حنا نهار اللي شرينا هذه الارض، نهار اللي كنا نقلبوا على الارض في 2003 حنا كنقلبوا على الارض في السعيديه، وهذه الارض بعيده على البحر، بعيده بزاف وما كانش داخل حتى البلون داميناجمون. لقينا هذه الارض هذه تما وجلسنا معاه، هذا قطع خاص شرينا على خواص 3 هكتار. خلصنا الفلوس ديالنا، مشينا فتنا عند النوتير، ومن بعد كذا كنستناو حتى من بعد البروجي دخل البلون داميناجمون وكذا باش تعطينا نقدروا نبريو تما الشقق. عاد تما درنا الاجراءات ومشينا ريقنا الامور ديالنا وعيننا واحد المهندس اللي غيتكلفنا بالمسائل ديال البيلوطاج والفينونسمون، ودرنا ان ارشيتيك، درنا ان بيرو دو كونطابل، يعني خدامين في اطار مؤسسه. راك عارف دابا حنا الناس ديال الضريبه حنا ما نفهموش في البنيه ولا في شي حاجه، كنخدموا في اطار مؤسسه. علاش البروجي ديالنا نجح؟ البروجي اللي نجح في السعيديه هو البروجي اللي داروه الناس ديال الضريبه، نجح الحمد لله وبالتيتر ديالهم ساكنين. ونهار اللي كنا بغينا نبنيو جبنا شركه برتغاليه اللي تكلفتنا بالبني لي غروزوب، داك الشيء دار بمستوى عالي والحمد لله. كانوا معنا المنخرطين، هادو منخرطين ماشي يعني شارين، هادو منخرطين. حتى انا كنت منخرط كنساهموا كنديروا الدفعات ديالنا، لان المشروع غادي على دفعات. في الاول حددتوا شي قيمه باش يدخل المنخرط ولا مساهمات كلها؟ لا القيمه كتحدد بناء على القيمه اللي محددها العقار. مثلا دابا غادي نشريو الارض قامت لنا بقده، دونك خصنا ندفعوا نخلصوا الثمن ديال الارض. شحال تقام عليكم المتر؟ في الاول؟ والله استاذ حميد شوف، حنا بالنسبه لهذيك الارض كان الاقتناء ديالها 150 درهم في البدايه، لان كانت حنا شريناها في 2003 وراك 2003 راك شفت هذه مده، والارض كان خارج الاخر السعيديه، وعاد شفنا 3 هكتار، عاد مشى لنا هكتار داروا فيه الطريق الساحليه. دابا يحيى دخل كمنخرط ولا شاري؟ لا يحيى لا ما كيشريوش السي انا بالنسبه لنا ما كنبيعوش. كيفاش انتقلت الشقه ليحيى؟ لا شوف بالنسبه لنا حنا نهار اللي فتحنا هذا المشروع في 2003 حنا نهار اللي لونسينا بان غادي نديروا واحد السكن تما في السعيديه، مشينا حتى الاخوان ديال الرباط. ولكن كنا مخصصين الناس ديال اللي خدامين في الماليه سواء في التريزور ولا في الدومين من بين الناس اللي دخلوا الاستاذ فوزي القجع حتى هو دخل في هذيك الوقيته معنا، دفع الاقساط ديالو. من بعد السي فوزي بغى ينسحب، خلى دوز هذاك الطوسي الاخ ديالو حقه. هذا دوز ليحيى ولا شي خو اخر؟ لا دوزها لا في الاول، لا نقول دوزها احمد القجع. احمد من بعد احمد دوزها لخويا حقه لنا ديالو، لان صافي كان صافي هذاك الشيء كانت خاصها تطلب عندنا هذيك الانخراط كان ديالو يدخل فيها اي واحد. كانوا معنا بعض الاخوان مشاو نازلوا الاخرين، وحنا اللي يهمنا وانا الرئيس خصو يدفع الدفعات ديالو، الشخص دفع. وحنا بالنسبه لنا من كنلقاو واحد الاسم مثلا مهندس ولا طبيب ولا محامي ولا صحفي كنفرحوا يدخل معنا. السي فوزي القجع فوقاش دخل معكم؟ من سنه؟ شكون؟ السي فوزي فوقاش دخل معكم؟ من سنه بالضبط؟ لا 2003 نهار البدايه ديال التاسيس. فوزي بدا معكم من الاول من 2003؟
وبزاف ماشي هو بوحدو، مجموعه ديال الاطور ديال الضرائب ديال الرباط وكذا كلهم داخلين معنا. من بعد هما من طال المشروع راك عارف البنايه ديالو كذا، كاين اللي انسحب، كاين اللي ما بغاش يزيد، كاين اللي حسب الظروف ديالو، كاين اللي مثلا بغى انفيستي في ولادو، كاين اللي راك عارف دابا الناس كتسف فلوسها تما. اي فهمتني؟ دابا الاستاذ فوزي انسحب، ولكن ماشي انسحب الانخراط، تنازل الاخ ديالو، من حقه يتنازل الاخ ديالو، ولكن ماشي يتنازل اسمح لي نقول لك السي فهد، على حسب المعطيات اللي كنعرف انا، هاد الوداديات زيد خويا. يعني كيستافد منها واحد، هي الدوله دايره واحد النوع من الدعم، ماشي دعم مباشر لا، يعني دوك الناس اللي خدموا ولا الموظفين من حقهم يتجمعوا وكيستافدوا من بعض الامور، مثلا بحال مثلا نعطيك مثال واجبات التسجيل، ماشي بحال الناس العاديين اللي كيعطي لهم شي 1.5% اعتقد، لا ماشي. لا أستاذ. لا سي حميد، انا بغيت نسولك مثلا اللي كنعرف الانسان، اسمح لي احتراماتي. مع احتراماتي سي، انا كمل، لا انا كنقول لك اسئله وانت. انا كنعرف الوداديات، واحد الانسان ما كيكونش ديجا عنده ملك دار وعاد كيمشي يستافد من الوداديات. دابا فوزي القجع واش ما كانش عنده دار مثلا باش يستافد؟ سؤال. اسمح لي استاذ حميد، شوف ربما وقع لك الغلط. ملي كيكون مشروع درته الدوله مثلا اليبوك كانت وزاره الاسكان كانت دير هذا السكن ولا الاملاك ولا العمران، كيقول لك ودير باش تستافد ما يكونش عندك شي شقه اخرى، هذه كاينه. ولكن حنا بالنسبه لنا ماشي دوله ولا وزاره الاسكان، هي مجموعه ديال الاشخاص لا علاقه لها. بحال كي غادي تجي السي حميد انت واحد المجموعه كتتفقوا باش تشريوا واحد القطعه ارضيه وديروا مشروع سكني، من حقكم تاسسوا وداديه ولا جمعيه. الدوله كتعطيكم الترخيص من طريق السلطه بين حكم ديروا وديه، كديروا مشروع، كديروا وديه، كتبنيو راسكم وكتجيبوا هذا هو اللي كاين. حنا لا علاقه لها. مع عاد شريتو العقار، مع عاد شرينا على قطاع خاص، شرينا على واحد الاشخاص الناس عاديين، شرينا وخلصنا فلوسنا، واش الدوله غادي تعاوننا تقول لك انت خدام في الضريبه تعاونك؟ واخا غتسمح لي سي فريد باش نوضحوا هذه النقطه كيما دونك الفكره هي كالتالي: 2003 شريتوا واحد 3 الهكتارات كمنخرطين في مديريه ديال الضرائب، بينكم السي فوزي القجع خو ديك السكن الحياه لا اثر له. من بعد فوزي القجع غيدوز العقار، عيتنازل لي حمد القجع، وحمد القجع تنازل لي يحيى القجع اللي بانت سميتو دابا. هذا هو القصه. شوف اسمعني مزيان. حنا النهار اللي بدينا بالمنخرطين كنقول لك واحد 30 40% ما بقاوش عندهم، ماشي انسحبوا، كاين على حساب الظروف الماديه ديالو. مثلا دابا انا كان عندي لو فرير ديالي حتى هو كان داخل ما قدرش يكمل، خرج، جا دخل واحد في بلاصتو. حنا خصنا العقار يتمشى. دابا حنا من درنا العقار غادي نخرجوا 170 ابارتومون، خصنا 170 منخرط. انا مثلا ملي توقف عليا المقاول يقول لك اودي راه خصني الدفعات وخصنا اللي يدفع لي الفلوس، فهمتي؟ خص باش نخلصوا المقاول، راه ما كتخلصولكش الدوله، حنا اللي كنخلصوا، كنجمعوا حنا بيناتنا، فهمتني؟ حنا بالنسبه لنا سواء يحيى ولا عبد القادر ولا كذا، ملي كيدخل كيستمر في هذاك الانخراط ديالو، او ديرها السيد اللي قبلك راه كان دافع قدا، دونك انت غادي تكمل الدفعات ديالو. اوكي ما كاين حتى شي مشكل، كيدخل نديروا له ان دوسي ديالو في اطار البيرو ديالنا برا، البيرو ديالنا ديال ميكل، عندنا الكاتبات ديالنا، عندنا كذا، وعندنا ليكسبير الكونطاب ديالنا، سيت كيدير الدفعات ديالو. النهار اللي كملنا الدفعات وكملنا لو بروجي وعطاونا البيرمي دابيتي وعطاونا لي تيتر، بالله كنديروا التسليم، كان السيد كنسلموا لك الشقه ديالك، ودرنا لهم القرعه بحساب القرعه في تحت الشقه ديالو، كنسلموا. شحال المساحه ديال هذه الشقه؟ هذا الموضوع النقاش، شحال المساحه ديال هذه الشقه؟ الموضوع النقاش فيها 74 متر السي حميد، وحده البحر، كطلع على البحر. لا بعيده السي حميد اخويا، فين حدا البحر؟ بعيده من البحر بشي 4 ولا 5 كيلومتر، فهمتني السي حميد؟ داكور. عارف دابا باش دير الشقه اسمح لي، حدا البحر راه غالي، حدا البحر تاع شحال تخانك الشقه تما راه تلقى 120 حتى 200 مليون. شحال خلص دابا هو هذا سكن اجتماعي السي حميد خويا، في حدود دياش ناخذوا شحال في حدود دياش دابا خلص، نفترضوا هاد يحيى شحال خلص كاع في هاد الشقه؟ شحال تكون تقامت عليه؟ شوف حنا دابا برافو عليك، هذا السؤال مزيان. حنايا شوف حنا المهندس ديالنا كي قلت لك، المهندس ديالنا هو اللي كيدير الميتراج، لانه هو اللي كيدير مسائل البيلوتاج والفيرونسمون. الشقه تحدد في التالي ب 6150 المترو، يعني تقام 6150. دونك هاد 6150 كضربها في الميتراج، كضربها مثلا في 74 متر كتعطيك شي 45 مليون. راه هذا كانوا دافعين. دابا في التالي كان اللي كبقات له 4 ولا 5 لان في الاول كانوا يديروا الدفعات. دونك حنا من كيكملوا هذوك لاسون كامله، دونك كيمشيو عند النوتور كيدير لهم التسليم، كيسلمهم الشقه ويمشي يدخل الضوء الماء ديالو ويمشي كيسكن. هذا هو اللي كان السي حميد. دابا السي حميد المشكل فين راه خويا حميد؟ دابا باقي لو كان هذا السيد هذا الموقع، شكون هذا الموقع اللي كتب هذه المعلومه وكذا، لو كان هذا الموقع فعلا جا وكراك انت كتسول دابا، كراك تسول انت كتبحث عن الحقيقه وكذا، غادي تعرف بان هذا الشيء اشاعات وكذوب
وهذا هو المشكل. انا شوف، انا راه كان ممكن السي فريد ندير حلقه ونبني على جبروت، ولكن انا كنعرف بان القجع فاعل عمومي عنده ربما عنده خصوم سياسيين، ما كنبغيش نسي غير القجع. والله الا بهذه الخلفيه معيط لك واتفقت معاك، قلت لك راه غنعيط لك غنسجل وكذا، وقلتي لي اوكي قبلتي التسجيل. انا راه ما نغدركش، انا راه اي حاجه بما حتى التسجيل اتفقنا عليه. لا كنقول لك شوف السي حميد خويا، انا شوف انا دابا راني في 34 سنه في الخدمه في المديريه ديال الضريبه وكذا وهذه وكنشتغل، وحنا شوف حنا ولاد المنطقه الشرقيه ولاد بركان، ربما ما كتعرفش البراكنه كيفاش دايرين. البراكنه حنا راه عروبيه، ناس قبائل وامازيغيين، وكنقولوا كلمه حق. حنايا الصراحه انا راه عندي وليداتي وكذا، وبغينا نطلعوا واحد النخبه اللي غدوه المستقبل ديال بلادنا يكون مزيان. بغينا شوف الدوله حلت هذا الشيء ديال المواقع وهذا ديال التيك توك وهذا اليوتيوب وكذا، بغينا نطوروا هذا الشيء، بغينا نمشيو بعاد. لما لا انا مثلا دابا في بركه ولا في وجده يكون هاد الناس ديال المواقع مزيان، يكون عندنا التكوين هاد التربيه، قبل ما نتهم شي واحد ولا نكون عندي شي معلومه تمشي نتحقق، باش حتى انا ما نتواجهش امام القضاء بالاشاعات وبالادعاءات الكاذبه وكذا. وهذا هو المشكل السي حميد. دابا نقول لك جا من عندي غادي نقول لك واحد الكلمه ربما غادي تتفاجئ فيها. والله السي حميد كأن الحمد لله عندنا اطور وعندنا ولاد الناس بغاو يدخلوا العمل السياسي، بغاو علاش؟ اللي كيتعرضوا للسب والشتم كينسحبوا، كلشي كينسحب. هذا الشيء اللي من راجع لان ما كانش واحد المراقبه وكاين واحد الحساب لهاد الناس اللي كيديروا هاد الاشاعات. كتلقى واحد الانسان ما عنده مستوى، ما عنده تكوين، كيجي يدير موقع، كيجي عنده واحد صاحبي كيسمع في القهوه يقول واش فلان ها واش هذا واش بصح نفوتوها. هذا هو المشكله اللي واقع السي حميد. دابا راه ولات الاسره، كاين هاد المواقع هدموا اسر هدموهم اصاحبي، وكثر فيما يخص العنصر النسوي. المراه مسكينه ولكن راه كاينه جهه، وكاين جهه رسميه خدمت بهم. لا ماشي عفوا. انتم في الاعلام اخويا حميد، انتم في الاعلام تبارك الله عليكم، خص نورمالمون تحركوا في هذا الاطار هذا، والدوله تدير خدمتها. اللي كيرتكب هذا الخطا يتحاسب بعقوبه، يدخل الحبس، يتربى. شي انا مثلا غادي نجي انا كشخص نمشي نتهم رئيس البلديه نقول له انت راك شفار وكذا، انا ما عندي حتى شي ادله، والنهار اللي نتعاقب فنمشي نطلب به السماح. لا سمحنا ملي غلطت، وعلاش اخويا تغلط؟ واضح. سي فريد عظيم الشكر. سي فريد انت الصفه ديالك حتى هو الخازن ياك؟ لا انا ما خازن ما والو، انا فريد مؤمن. انت ولكن انت موظف في لا انا في المديريه الجهويه ديال الضريبه ديال وجده. وشنو علاقتك بهذه الوداديه؟ انت ماشي رئيس الوداديه؟ لا انا التريزوري. انت التريزوري؟ انا التريزوري. داكور. انا التريزوري. شوف عندنا ان بيرو فيه 100 الاطور، فيها مدام الدكتوره صبيره رشيده هي الرئيسه، وفيها السي من بوجده هو الكاتب العام، فيها اطور فيها كذا. وحنا دابا هاد الوداديه حنا ما خليناش كلشي المنخرطين كيتعاملوا فيها، كلشي كيعطيو الراي ديالهم وعلاش البروجي ديالنا نجح مزيان. ماشي السي حميد. دابا كنهضر على هاد الوداديه ديالنا. هاد الوداديه السي حميد راه كيساهموا في الاقتصاد. صحيح. راه لان علاش؟ باش نمشي انا كفريد مؤمن نمشي عند واحد المقاول، راه تمشي تبيع لك لابارتمون في السعيديه ولا ما عرفتش 2 مليون 4 مليون. ولكن هذه الوداديه تفتحت هاد الناس الدخل المتوسط ما تيديروش الشقق في السعيديه. هو الشقق في السعيديه مسكين. وين خويا باش ما سي فريد، واحد المصدر بان في الصحف كيرد على ديك صفحه جبروت، وصف بالمصدر المأذون. واش هو انت هذاك المصدر المأذون اللي هضرتي في الصحافه؟ لا خويا انا مصدر المأذون. انا اول مره تعيط لي جاوبتك. تحيه لك صافي. لا انا عمر ما هضرت مع شي واحد في هذا الاطار، ولكن انا هذاك المصدر انا كاع ما قريتوش، صيفطوا لي واحد صديق ديالي قريتو. ومن اتصلت بيا انا حرام هذا السيد بعدا اللي يقول انا نجبر، يقول سميتو يخرج للعلن يقول انا كذا وعندي وثائق ويخرج. ما بقاش نتهموا الناس السي حميد. شوف كيما شوف كي سي فوزي كي فلان كي انت، شوف الاتهام في حد ذاته. شوف راه كاينه في القران، واذا جاءكم فاسق حرام. انا في السي حميد خويا شوف اقسم لك بالله شفت هاد دابا سمعي دابا غادي نمشي في واحد الاطار اخر. شفت دابا حنا في الدنيا هذه اقسم لك بالله رانا كنمثلوا فوق الخشبه. كاين البطل وكاين الشرير، كلنا سنتحاسب يوم القيامه على اي تصرف نديروه. والله السي حميد ما كتفكر فيهم الحساب. لو كانوا كنفكروا فيهم الحساب غادي نحسوا بانه رانا كنديروا اخطاء ونتقيوا الله. تلقى الجار يسب جارو، تلقى هذا يسب كذا، وهي الانتخابات على الابواب غادي يبقى يسب هذا غادي يجبد هذا. علاش يا سيدي؟ في التالي النهايه ديالنا موت. واش غادي نموتوا؟ جنازه رجل. تجمع الفلوس تجمع كذا، تكون عندك مسؤوليه في الدوله لا كذا، راه تحاسب يوم القيامه. يوفق ربي. شوف الدنيا شحال من واحد عرفناه فين راه كلشي راه ميت وكلشي غادي يتحاسب. الحال الوقت السي حميد باش صراحه حنا بلادنا زينه، ماشي كنهضر لك هذا الشيء. انا خرجت برا وشت بلادنا احسن بلاد.
فيها كل شيء، ولكن عندنا العنصر البشري خصو ضروري دار فيه ثوره، ان العنصر البشري ضعيف، بدا بنادم باقي عيان. شوف الدوله ديالنا واش راه كدير، المشاريع اللي راه كدير. شوف دابا كتشوف لي تيران ديال الكره، الحمد لله كي دايرين لي تيران، وفي التربيه الجمهور كيدخلوا كيدير الشغب ويدير كل شيء. لما علاش هذا الشيء؟ علاش؟ اذا خصنا حال الوقت السي حميد باش نحاولوا نبنيو العنصر البشري، نبنيو هذا بنادم، باش حتى حنا نقولوا بلاصه في الدول الاوروبيه حتى حنا كنغيروا على بلادنا. عظيم الشكر. شكرا سي فريد مؤمن، وعظيم الشكر على التوضيحات، وكنحييك. مرحبا. سلام. سمعتوا السي فريد. دابا تبدا بعض الاسئله الحارقه. السؤال الاول، الماده اللي قرينا شنو فيها؟ ما فيهاش القجع، انت كيبان لك لا صله، عام جمود عوالو. ولكن ملي سمعنا الفريد، القجع مستفيد. اسم فوزي القجع هو الاول كان في الوداديه، من بعد دوزها لحمد خوه، حمد خوه دوزها ليحيى. احنا كصحفيين كمواطنين هذا فاعل عمومي، وعندنا رابط مسؤوليه بالمحاسبه، ومدير الميزانيه هو، ورئيس الجامعه الملكيه لكره القدم، وعضو مكتب سياسي، ومرشح لرئاسه الحكومه، وعضو في الفيفا، عضو في الاتحاد الافريقي. واش هذا من لما احنا الصحافه ما هضرناش على هذا؟ انا ما نهضروا، واخا انا واش نهضروا؟ السروالو كي داير، تريكو كي داير. احنا دابا عندنا شبهات، شبهه تحايل. انا ما كنقولهاش، كنقول ربما تقدر تكون شبهه تحايل باش يستافد داك الاخ الثالث، غيبان واحد الشخص. يقدر يكون هذا الشيء القضاء يبين ما كاين. سؤالي المهم، علاش السي فوزي القجع انت رجل حداثي، علاش ملي كيغلب المنتخب ولا كنربحوا كتهبط للملعب؟ وعلاش ملي كيكون بحال هاد الاتهامات ما كنلقاكش؟ ملي خسرنا في كاس العالم ما بنتيش، ملي بان خسرنا في كاس افريقيا النساء هنا ما بنتيش، ملي خسرنا في منتخب الفتيين ما بنتيش. الا تاهلنا ولا شي حاجه كتبان. سؤالي هذا، السؤال الاول اللي كلمات جوج. دابا هذه الروايه لو ما كنتش بحثت انا ما كاين والو. اذا هذا العقار اولا هذه الشقه ولا كذا في سميتك انت بانت. مشيت كنبحث شنو كان كيدير فوزي في 2003. لقيتو رئيس ديال المفتشيه الماليه. قلت في الاول شنو علاقه هذه يستافدوا مديريه الضرائب هو في الماليه مفتشيه الماليه، واش بحال كاين بحث ميزانيه؟ من بعد غيولي هو مدير الميزانيه شي 7 سنين، هذيك بقى فيها ولا 3 سنين. ملي كنبحث وجه السؤال اللي طرح عندي اعمق واحد، اول سؤال خطير اللي كنعرف انا القانون ماذا يقول. الا استفتي من شي وداديه خص حتى دير الحيه، حتى تدخل سميتك للمحافظه، استفتي كتولي ديك السيك مركخه، ديك السيك عطيها للاخ، عطيها لاي واحد. دابا حنا عندنا نقاط ظل نريد الكشف ديالها. واحد، فوزي من عطى لحمد ديك اللحظه شنو الصفه ديالو كانت او علاقته بالعقار؟ واش كان حاز الحيازه، واش حفظ وعاد دوز لحمد ولا باقا؟ هذاك التنازل واش من حقناش كشعب مغربي نعرفوا؟ فوقاش كتزداد الشهيدين تفتح المعرفه. ملي لقينا هذا المصدر مأذون وما عنده علاقه وكذا، رخا عندنا الشكوك. هذا كنقول مال هذا الشيء. كان ممكن يخرج فوزي القجع يقول لا ما كاينه لا علاقه تالي. اولا المصدر مأذون، باش تا لو بانت شي حاجه غدا قلبوا على المصدر المأذون، حتى واحد ما يتحمل مسؤوليته. شو مأذون؟ اذا صدقت ذاك المصدر المأذون روايته راه طلعت راه ادات الوظيفه. كيفاش هاد الخدمه ديال المصدر المأذون؟ وحتى الصحفيين اللي كيديروا المصدر المأذون، انا تحريت لقيت حقيقه اخرى مات باش يكونوا شركاء. مصدر مأذون، دوزوا لنا مصدر مأذون. شكون هذا المصدر المأذون؟ دابا حنا كنتاخبوا على المصدر المأذون في الانتخابات. ملي كيجي عندنا وتيهضر ما تيهضرش معنا المصدر المأذون، هضر معنا انا القجع غندير، انا فاطمه الزهراء غندير، انا دريس الشقر غندير. ايوا حتى ملي توصل شي حاجه بقى خرج عندي، ماشي خرج عندي المصدر المأذون. ما رشحته، ما صوتش على هذا المصدر المأذون، ما كنعرفوش كاين دي نحاسبه. هذا ما دخلش في الدبخشي حتى مسؤوليه الاعلام. وسمحوا لي مصدر مأذون خصوصا في هذا النوع من القضايا. كيفاش مصدر مأذون؟ مصدر مأذون شكون اللي اذن له؟ من يكون هذا المصدر المأذون؟ مقرر من كذا؟ شكون هو؟ يلا دابا انا عندي سؤال جوهري للسي فوزي، ولا اتهمك الله شاهد، ولكن عندي سؤال. ما هي علاقتك الماديه والقانونيه بديالك العقد؟ ما هي حدوده؟ واش حزتيه خذيتيه؟ عاد تزيد النقاش. والمصيبه هي اللي كانت بدايه الطريق. كيفاش دخل السي احمد؟ ما هو شكل. واش حزتيه وعطيتيه له هبه؟ واش حزتيه وعطيتيه له صدقه؟ واش حزتيه وبعتيه له؟ انا راه مشكل عميق. تصور انا شعب مغربي غير نعرف. واللي كيزيد يعز عندي الشكوك هو الطريقه اللي خرجت الماده مصدر مأذون ولا علاقه ديال القجع، والقجع ليس رئيس الوداديه، والقجع ماشي هو النظام الاساسي ولا يمنع. هادشي كله تهريب للنقاش.
سؤال ما علاقته كيفاش وعلاش بالضبط احمد وسيط؟ كان ممكن العقار ديالك تمشي ليحيى، علاش العقار من عند فوزي مشى لعند احمد ومن عند احمد مشى لعند؟ وشكون هاد جبروت بعدا؟ بغيت نفهم. تبان انت جابت ورقه، انا كيصحاب لنا الورق صحاح، السميات صحاح. نشروا مؤخرا واحد اللائحه ديال واحد المؤسسه ما باغي، تلاقيت واحد السيد كنعرفو جبدنا قال لي هاد واحد فلان مجنون، قال لي والله الا كنعرفو. كنت كنقول هذاك الشيء عكدو. شكون هاد جبروت؟ بغيت نعرف هاد الخطوره دابا ديال هاد الشيء، هاد المعطيات اللي كتخرج ولا يوصلوا لنا لاكارت ناسيونال ديال المسؤولين وديال المؤسسات، كيوصلوا لنا الحياه الشخصيه والمعطيات الشخصيه، ولا وصلوا لنا الثروات الاملاك ديال عباد الله، الهبه ديال الوهبي صدقه صحيحه، الفلوس ديال الاراضي ديال فاطمه الزهراء العقار صدق صحيح، داكشي ديال المسؤولين اللي تقال، داكشي ديال الفتيت صدق صحيح، هادشي دابا ديال القجع صدق صحيح. وشكون هادو؟ شكون هادو؟ شكون هادو؟ تقابلوا المهداوي، قابلوا لي انا بالصفحات، واش هادشي كيغطي؟ شكون هادو؟ شكون اللي وصل هاد المعلومات؟ انا مواطن ما عنديش حق في الحمايه ونحس بالامن. دابا القجع انا ملي جاني كنت كنقول ربما صاب يكون داكشي، حتى السيد قال لي فوزي عطى لاحمد واحمد عطى لي يحيى، رجعت لديك جبار كنقول شكون هي الجبروت؟ كيفاش وصل لهادشي؟ وكتهدوا في الاسر وكتهدوا كذا. دابا علاش السي فوزي بغيناك تخرج تهضر؟ لانك غدا مرشح، انت كتقول فاعل عمومي غتحتم الحكومه، وكيفاش ما تهضرش معايا في هذه؟ في اسبانيا رئيسه حكومه مدريد قال له اخوك خرجت. اشقاء ديال مدير الميزانيه في 2005 في فرنسا خرج وجا التلفازه، شنو كان سميتو غيرام ولا شنو كان سميتو، وزير الميزانيه في 2005 خرج على واحد الشقاق هذا، بقى كريم مكرياب واحد وخرج. مدير ديال مدريد خرجت كتهضر. علاش حنا في المغرب لا يتحدثون، لا يعيرون للشعب اهميه وللاعلام اهميه؟ فوقاش كيخرج شي حاجه الكره كذا. هذه امور تتعلق بالذمه. انا نبغي نشوفك حليب، ما نبغيش عليك الشبهه، ما نبغيش لك النقاش. تريد ان تكون مسؤولا، راه عندك فصل مسؤوليه بمحاسبه. حنا الاعلام كي غنديروا لكم؟ يلاه ما نهضروش. كاين شي مهمه اكثر من هذه. انا ما اكتفيتش بنشر الخبر، راه شفتو. علاش مشيت كنقلب على فريد ونقلب، وحتى انت كنتصل بك السي فوزي ما كتبغي شيء، ما عندي ما ندير لك. ولكن وصلت لهاد فريد، ها انا امري واش شنو غندير؟ كيفاش غتدخل رئاسه الحكومه يلاه بهاد الشبهه؟ كاين الناس يقول لك اعتبروا هذا تحايل باش يستافد داك يحيى، حيدخل فوزي لانه عنده يدوز كمنخرط، ومن يحيى يعطي لفلان اذا نقدر شبهه التحايل، ويقدر يكون ما كاينش شبهه. ما كاين مشكل، بغينا نتواصلوا. علاش السي فوزي عندما يتعلق الامور بهذا النوع من الاتهامات اما كتمشي للقضاء اما كتسكت؟ فين هو مؤخرا سمعنا واحد الصحفي قلت له اللي قال لك ديتي معاك الميريكان 200 واحد ولا 300 ولا فين وصل هذا الشكايه ولا التحقيق ولا شنو حقيقه داك الشيء؟ انا باقي عندي دابا انك ديتي 200 الناس سمعتها، واش غنصدقها ولا ما نصدقهاش هذا كيبقى. كي غندير؟ علاش هنا مشيتي للقضاء؟ علاش ملي جبدت لك الفيلا ديال 125 مليون شحال من جريده نشرت 125 اللي لقاو في الفيلا، علاش ما خرجتيش هضرتي؟ علاش هاد الامور الماليه ما كتهضرش بشكل؟ علاش عندما يتعلق امر بالمال او لا شي نفوذ ولا كذا، اما القضاء اما الصمت.